حاجتين بس كنت بعملهم الأيام اللي فاتت. الأولانية إن أتابع الحرب على التلفزيون والسوشيال ميديا، والتانية إن أتفرج وأقرأ وأحاول أتهجى الصراع والقضية من أول وجديد. أتهجى فلسطين عشان ساعات الحاجات اللي بنتربى عليها بشكل بديهي بننسى أصلا نفكر في معناها. فيعني إيه فلسطين؟ وكل اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ أنا محمد المصري، ودي حلقة جديدة من قناة سينما أوديسي. كان جزء من رحلتي المرة دي ناحية السؤال ده هو إعادة الفرجة على أفلام المخرج ستيفن سبيلبرج، محاولة إني أبص على الصورة من الناحية التانية، من منظور فنان أمريكي يهودي وكمان داعم لإسرائيل حسب تصريحاته. فيا ترى هو الآخر شايف الصراع إزاي؟ فيلمين لسبيلبرج في رأيي بيكملوا بعض بشكل مباشر: شندلرز ليست اللي خد أوسكار أحسن فيلم سنة 93 ويعتبر من كلاسيكيات السينما في أمريكا، وميونخ اللي ما تقابلش بنفس الصدى ولا الحفاوة سنة 2005، ويمكن مسيرة سبيلبرج كلها انحدرت بعدها. فيلم شندلرز ليست بيحكي عن مأساة اليهود في ألمانيا وجرائم الإبادة اللي ارتكبت ناحيتهم أثناء الحرب العالمية الثانية. بيسرد حكاية حقيقية عن رجل أعمال ألماني ساعد على إنقاذ حياة 1100 يهودي وقت الحكم النازي. بيكون مؤثر جدا الفيلم وهو بيحكي عن قيمة إنقاذ حياة بني آدم، ومؤثر جدا لما بيظهر اليهود اللي أنقذهم شندلر في آخر الفيلم قصاد قبره. بس في حاجة بتبقى ناقصة في الحكاية. هي الناس دي اللي الحمد لله عاشوا ونجوا من مذابح هتلر راحوا فين بعد الحرب؟ راحوا فين بعد سقوط النازية؟ ممكن هنا استعين بكلام الدكتور جبور مادة، كنت جبت سيرته في حلقة قبل كده وعرفته كدكتور كندي متخصص في التروما والطب النفسي. بس المرة دي كمان مهم أقول إنه يهودي نجا بمعجزة من الهولوكوست. I became a Zionist. This dream of the Jewish people resurrected in their historical homeland. كان سهل عليه يروح يعيش في إسرائيل كوطن لليهود لولا إنه أدرك الحقيقة دي. And then I found out that it wasn't exactly like that. That in order to make this Jewish dream a reality, we had to visit a nightmare on the local population. ده في رأيي اللي ناقص في حكاية سبيلبرج عن يهود شندلر، إن الناس دي راحت هجرت وقتلت ناس تانية في فلسطين عشان يعيشوا مكانهم، والبلدان والمواطنين الأوروبيين، ولأنهم عايشين بعقدة ذنب ناحية اللي عمله أدولف هتلر في يهود أوروبا، فهم صدروهم للشرق لفلسطين، سموهم نازحين للأرض الموعودة. طب يا جماعة والناس اللي عايشة هناك؟ شندلرز ليست كان واحد من أهم مظاهر تجاوز وتخطي السؤال ده في بداية التسعينيات، لأنه كان فيلم مؤثر وناجح وساهم في تشكيل تعاطف الناس في العالم كله ناحية اليهود كأمة وديانة مضطهدة. أيوة يا جماعة، بس انتم اللي اضطهدتوهم، مش احنا، مش الشرق، مش الفلسطينيين، فليه احنا اللي بندفع الثمن؟ في رأيي إن ده اللي أدركه واستوعبه أكتر سبيلبرج في السنين ما بين شندلر سنة 93 وميونخ سنة 2005. سبيلبرج في ميونخ بيبدأ حكايته من لحظة إشكالية جدا، لما مقاتلين من منظمة أيلول الأسود خطفوا رياضيين إسرائيليين في أولمبياد ميونخ سنة 72، وهي الحادثة اللي انتهت باشتباك مسلح ومقتل الجميع. ورغم ان بداية الحكاية سهل جدا تبان كان حياز لإسرائيل عشان بنبدأ من ثانيا على رأي الكاتب مريد البرغوثي في رأيته رام الله، بس سبيلبرج في فيلمه بيتجاوز ثانيا أصلا لثالثا، بيتجاوز حادثة ميونخ نفسها وبيتعامل أكتر مع تبعاتها، مع مهمة الموساد الإسرائيلي وبأوامر من رئيسة الوزراء جولدا مائير شخصيا قتل 11 من الفلسطينيين اللي عايشين في أوروبا ويشتبه تورطهم في حادثة ميونخ. 11 منهم فنانين وكتاب وأشخاص مش باين عليهم أبدا استخدامهم أو تأييدهم للعنف. هل في أدلة على تورطهم في حادثة ميونخ؟ الفيلم نفسه بيقول إن مفيش. طب إيه نتيجة العنف ده؟ ولو النتيجة هي استمراره، فهو بدأ إمتى أصلا عشان نعرف إزاي نحله؟ إمتى كانت أولا؟ والإجابة إنه بدأ بالظبط مع تهجير يهود أوروبا لفلسطين بعد الحرب العالمية الثانية. بدأ مباشرة في نهاية شندلرز ليست، وعشان الذنب من جريمة ارتكبها هتلر ارتكبت أوروبا جريمة أفظع ممتدة من سنة 48 لحد النهاردة. سبيلبرج في فيلمه فاهم ده في رأيي، عشان كده خلى بطله وبعد كل الجرائم اللي ارتكبها يهاجر أمريكا ويعيش في خوف وقلق أبدي
لأنه أدرك إن دايرة العنف مكملة، دايرة الدم مش هتقف أبدا، وإن الكيان الصهيوني كله بدأ وقام على العنف ده. I didn't die because I came here. When I arrived, I walked up to the top of a hill in Jerusalem and prayed for a child. What you did for us. You did for your daughter, but also for us. Every one of the ones who died wanting this. We had to take it, because no one will ever give it to us. A place to be a Jew among Jews, subject to no one. عشان كده الفيلم وسبيلبرج اتهاجموا جدا وقت عرضه من اليمين الإسرائيلي واليهودي المتطرف، وده اللي خلاه يدافع عن نفسه بإن يا جماعة والله أنا ممكن أموت عشان أمريكا وإسرائيل لو جاوبوا بس على السؤال ده: العنف ده هيقف إزاي؟ والعنف ده هيقف إزاي؟ سؤال ما ينفعش يوجه للفلسطينيين، ما ينفعش تسأل الطرف المظلوم المعتدى عليه اللي عايش في سجن كبير وتقول له لاقي لي حل. هو ما عندوش حل غير المقاومة بكل أشكالها. You kill Jews and the world feels bad for them and thinks you are animals. Yes, but then the world will see how they've made us into animals. They'll start to ask questions about the conditions in our cages. سؤال العنف يقف ازاي هو سؤال موجه للعالم اللي خلق الدولة والوضع ده. ازاي ممكن يبقى في حل يسمح للطرفين يعيشوا بحقوق متساوية، ان الأطفال الفلسطينيين يناموا بأمان كما الأطفال الإسرائيليين زي ما قال الرئيس الكولومبي. والحقيقة ان العالم ما عندوش لا إجابة ولا سعي لده. العالم زي ما اتقال في الفيلم وزي ما قال رئيس وزارة دفاع الكيان الصهيوني من كام يوم، شايف ان الفلسطينيين human animals. ولو الصهاينة والرئيس الأمريكي والعالم من وراهم شايفين الفلسطينيين مفروض يعيشوا زي الحيوانات، فكل اللي بيعملوا الفلسطينيين من 70 سنة ولحد النهاردة إنهم بيرفضوا وبيختاروا يموتوا بني آدمين.